كل شركات مواسير السباكة بتصنع بلاعات كبيرة ارتفاعها 10 سنتي وبلاعات صغيرة ارتفاعها 7 سنتي. طيب ايه الفرق ما بينهم وامتى بنستخدم البلاعة اللي ارتفاعها 10 سنتي وامتى نستخدم البلاعة اللي ارتفاعها 7 سنتي؟ دول بلاعتين من انتاج نفس الشركة اللي هي شركة البروج. اللي على اليمين دي البلاعة الكبيرة اللي هي بيكون ارتفاعها 10 سنتي، واللي على الشمال دي البلاعة الصغيرة اللي بيكون ارتفاعها 7 سنتي. الفرق ما بينهم ان البلاعة 7 سنتي مخرج الصرف بتاعها اللي بيخرج على الصرف الرئيسي بيكون 2 بوصة، والمداخل بتاعتها اللي هي مداخل المواسير اللي بتخش على البيبة او البلاعة بتكون 1.5 بوصة. اما البلاعة الكبيرة فمخرج الصرف بتاعها ممكن يكون 3 بوصة او 2 بوصة، والمداخل بتاعت صرف المواسير اللي بتدخل عليها ممكن تكون 2 بوصة او 1.5 بوصة. الفرق بينهم في الاستخدام ان البلاعة الصغيرة اللي ارتفاعها بيكون 7 سنتي اللي هي دي بنستخدمها لما ما يكونش عندنا تهبيط في ارضية الحمام او المطبخ، او لما بنيجي نعمل بلاعة في البلكونة. بشكل عام بنستخدمها لما نكون عايزين نوطي منسوب التشطيب او منسوب الرمل تحت السيراميك، بنستخدم البلاعة اللي ارتفاعها 7 سنتي لان هي بتكون اقل من البلاعة اللي ارتفاعها 10 سنتي فبتوفر معايا ارتفاع تشطيب. اما لو عندي في تهبيط في الحمامات والمطابخ وعندي منسوب التشطيب كويس جدا ومسلك معايا ان انا اركب البلاعة الكبيرة، يبقى الافضل البلاعة الكبيرة. ليه؟ لان هي حجمها بيكون اكبر فبتستوعب كمية مية اكبر، اما البلاعة ال7 سنتي صغيرة فبتستوعب كمية مية اقل.